السلام عليكم، عواشركم مبروكه. ان شاء الله جيت لكم بواحد الوصفه جديده هي اللحسه الصحيه. غادي نبداو مباشره ان شاء الله في المقادير باش ما نطولش عليكم. هادو هما المكونات. غادي نستعملوا مكوفيه ديال القمح كما تشوفوها، هي الميكا ديالها راه ولات متواجده. عندي هنايا ايلان، هادشي كله منه رابعه. الا بغينا نديرو كميه قليله غندير الحمص، الشوفان، انا درتهم في الزليف باش تشوفوا الكميه شحال خرجات. جلجلان، زريعه الكتان، الصوجه، العدس الحمر، اللوز. هادشي كلشي غادي نغسلوه كاوكاو ونشفوه. هذا الكوك يعني الاشياء اللي كتغسل راني غسلتها. زريعه نوار الشمس ولا الزريعه البيضاء. هنايا حب العزيز، ها هو الشكل ديالو، تقدروا تشوفوه عند العطار غادي يعطيه لكم. هنايا حب الغاز، تا هو عنده فوائد كثيره. دخلوا الموقع ديال جوجل وتشوفوا الفوائد ديالو. البكبوكه، يعني كل شيء. هاد المقادير كلها صحيه. هنا الفوه راه مزيانه، معروفه لفقر الدم. الكثيره، هذه زريعه الفصه تبعتها هي عند العطار، هنا 5 دراهم. هنا الزريعه دوزتها معاكم. هادشي كامل 5 دراهم من الحاجه تقريبا. تيعطي كاس زريعه المعدنوس، زريعه خيزو او الجزر. كلشي هاد الزرارع كلهم منهم 5 دراهم 5 دراهم. هنايا نافع حبة حلاوة. وهذه الحلبة، واحد 2 معالق ديال الحلبة، وواحد الكوزة يعني راه غير النص ديالها، قل من النص. وزريعة القرعة الخضراء. هادشي كله كاع غسلته وشمشته ونشفته مزيان. الاشياء اللي كتغسل بحال زريعة الكتان ما غسلتهاش، غير مسحتها ونقيت كاع الزرارع مزيان. وغادي ندوزو دابا للمرحله الثانيه اللي هي غادي نشوفوا اشنو اللي غادي نحمروا، الاشياء اللي كتحمر والاشياء اللي غا كنصهدوها. غادي نشارك معكم هنايا الاير فراير روبوليكس اللي خديتها من الدار البيضاء من عند كازا هوم. يعني شي حاجه اللي ولات عمليه زوينه عجباتني. يعني كنطيب فيها كل شيء يعني بلا زيت، غير هي خاصك تبعديها على الحيط، يعني خص يبقى واحد ليسباس. كما تشوفوا انا غادي نحمر فيها معكم هاد المكونات. بالنسبه للوز والكاوكاو كتجي مع هاد الشبكه هذه. بالنسبه لا بغينا نديرو شي دجاج ولا بطاطا ولا شي حاجه يعني كنطيبوا فيها بلا زيت. راه ولات معروفه بزاف، ولاو الناس بزاف يتقداوها. هنا عندي اللوز غادي نديرو باش يتحمر. ممكن نحمروا هادشي حتى في الكوكوط، يعني قبل ما ناخدها راه كنت نحمر هادشي غير في الكوكوط. بالنسبه للكاوكاو والحمص والصوجه وايلان العدس الاحمر كلشي هادشي غادي ندوزو نحمروه في هاد الاير فراير هادي. وبالنسبه للاشياء اللي دغيا كتحمر غادي نحمرها غير قدامي في الكوكوط. كما تشوفوا هنايا درت درجه الحراره وكندير لها واحد النسبه الوقت قليل، ما كنديرش الحراره كثيره باش ما يتحركش داكشي دغيا، باش يجيني محمر مزيان لحقو طريقو. ومره مره كنحركها هكايا شويه باش الحبات كاع يدخلهم داك الصهد. بالنسبه لهاد الزراري هادو غادي غير نصهدهم، ما غاديش يتحمروا، غير يتصهدوا بحال هكايا في المقله اولا في الكوكوس. هنا جمعت داكشي كامل كثيره، الحمص، الاشياء اللي هكايا شويه كبيره كتبغي هكا تحمار درتها في الاير فراير. هنايا عندي الشوفان تا هو درتو غير في الكوكوط. الكوك تا هو غير في الكوكوط دغيا لحقاش يتحمر بالزربه والنار ناقصه مزيان. هنا صافي جمعت هذاك الشيء كامل اللي حمرته. الحبوب درتها بوحدها لان غادي طحن بوحدها، وغادي تغربل داك الشيء اللي كيتغربل درتو بوحدو.
هنايا الكوك تا هو محمر، الكاوكاو، اللوز، هادو ما غاديش نغربلهم، خليتهم باش يطحنوا بوحدهم. بالنسبه للجلجلان والحبوب ديال زريعه القرعه، زريعه الزريعه الخضراء وزريعه الكتان تا ما غادي نطحنهم بوحدهم. هنا عندي القوفيه كتباع هكاك واجده محمره، وحمرتها واحد شي شويه حيدت منها ديك الرطوبه. بالنسبه للاله اللي غنطحن فيها ما غاديش نحتاج نخرج برا، انا خديت هاد الاله هادي، يعني عمليه وزوينه كما تتشوفوا، سهله في الاستعمال وكطحن مزيان، يعني كل شيء كطحنه. انا غادي نفتحها معاكم كما تتشوفوا، تيرسلوا معاه هاد الغربال هكايا الصغير ومعاه لي زاكسيسوار ديالها. هنا عندي دوك المواس، يعني بعد مده طويله ممكن تبدل هاد المواس والشيتا باش كنهبطوا كاع داك الشيء اللي كاين. وهاد الحجيرات هادو كنستعملوهم حتى هما على مده طويله عاد باش الى حفاو تنعاودوهم بهادو، وكلها اينوكس. غادي نطحن معكم تشوفوا كيفاش يعني عمليه تتواجد بزاف عند العطار وداكشي، والاكثر ولا تاني مطلوبه حتى في البيوت بزاف، تتفكك من شحال من حاجه. صافي هنايا خدمتها، درت دوك الحبوب الاولين اللي طحنا غير شويه دقيقه، صافي كديريها تيطحن داكشي مزيان. ملي تشوفوا الحبوب كيف ولاو، ضروري تحيدوا البريز. انا راني حيدت البريز هنايا، ما كنقيسهاش تنحيد البريز، هذه هي صعيبه بزاف. صافي غادي نحيدو حتى نكمل، وغادي ندوزهم في الغربال. هادو الحبوب ضروري خصنا ندوزوهم في غربال ويكون رقيق. شوفوا راه البريز محيد، يعني ضروري ملي كنبغي ما كنحلها حتى تنحيد البريز عاد باش تنحلها. وغادي نكمل كاع كل شيء غادي نطحنو هنايا في نفس الطحانه. بالنسبه لهاد الحبوب راه كنديروا لهم واحد الدقيقه ولا، وبالنسبه للجلجلان والاشياء الاخرى راه دغيا غير ثواني صافي كيطحنوا. الا خليناهم بزاف غادي يطلقوا داك الزيت ديالهم. يعني بالنسبه للطحانه كنوجدوا فيها العقده تاع اللوز ديال الكاوكاو املو كلشي تيوجد فيها. المهم راه ولات معروفه هاد الطحانه بزاف، ماشي بحرها ودات. هذا الجلجلان ودوك الحبوب اللي درت، زريعه الكتان زريعه القرعه وزريعه البيضاء. هنا عندي الكاوكاو واللوز، وهنايا دوك الحبوب كاملين جمعتهم. غادي ندوز باش غادي نغربلهم. ضروري دوك الحبوب يتغربلوا كيف ما قلت لكم في الغربال الرقيق. انا استعملت داك الغربال اللي جا مع الطحانه، حيت نغربلو فيه حتى التوابل، السكنجبير، الخرقوم، ديك المسائل باش تيخرج هكايا رقيق. وإلا بقى لينا شي حاجه من دوك الحبوب تنعاودو تاني تنطحنوهم. انا غادي نوري لكم شنو الحبوب اللي بقاو، ورجعت عاوتاني طحنتهم وغربلتهم. هاد المكونات كلها صحيه ومزيانه الجسم ديالنا وما فيهاش شي اضرار، يعني كلها مجرد حبوب كنستعملوها واشياء اللي كنتناولوها. هذا الشيء اللي غادي يشيط غادي نديرو في واحد الطاسه، ما غاديش نحكو، غنديرو في واحد الطاسه حتى نعاودو في الطحين. هذه هي الكميه اللي بقات ليا من هذاك الشيء كامل، عاود طحنتها وغربلتها. هنايا صافي جمعت كل شيء، درت كل شيء داكشي اللي طحنته جمعته. وغادي نشوفو دابا باش غادي نخلطو. هادو هما المكونات باش غنعجنو هاد اللحسه هادي. عندي هنايا نيسلي كراميل، وعندي الشوكولات هاد نوتيلا، وعندي العسل الحر. انا استعملت هنايا هذا زمزامي، واللي عنده العسل الحر اللي كيتباع هكا يقدر ياخذه ماشي مشكل. فهاد الكميه هادي غنستعمل غير نص ديال
ديال العسل، ما نستعملهاش كامله. وبطبيعه الحال غادي نكمل بزيت العود. وهنا عندي حبوب اللقاح عفوا، حتى هي غادي نطحنها وغادي نستعمل نص ديالها، حيت عندي هنايا الكميه قليله، دايره غير رابعه من الحاجه. هنايا عبرت العسل بنفس القرعه، يعني نص ديالها نفس القرعه ديال نيسلي كراميل، داكشي اللي هزت ليا. وهنا الشوكولات درت حتى هي نص ديال القرعه الكبيره، وإلا ضاعفنا الكميه راه غنديروا القرعه كامله. ودق حبوب اللقاح حتى هما ميزتهم هنايا من الفوق، طحنتهم حتى الاخر، غير نسيت ما طحنتهمش في الاول مع المقادير. صافي هنا خلطت هذاك الشيء مزيان بيدي وعاودت عجنته في الطحانه كما تتشوفوها. وهي ملي كيتعجن قبل ما نعجنو تيكون هكايا مفرتت بزاف مع داك العسل هو اللي كيخليه بحال هكايا، ما تيخليش يكون هكا جاري. المهم دلكتو مزيان في العجانه تعطاني هذا الشكل هذا. هذه هي الكميه اللي حصلت عليها كامله ديال هاد المقادير اللي عطيتكم، رابعه من الحاجه و100 ريال من داك الحبوب الصغار. 100 ريال. بالنسبه للقراعي راه عقمتهم قبل ما نستعملهم ونشفوا مزيان وعمرتهم. هنايا عمرت 4 ديال القراعي وبقى ليا واحد شويه. هاد القرعه كتهز كيلو. ممكن ناخدو بحال هكايا ونديروه على شكل كويرات بالنسبه للوليدات، نعطيو ليهم هكا كويرات، ولا نديرو فيه هكايا العسل ولا الشوكولات ونمرمدوه في الجلجله محمر ولا اللوز مهرمش مقلي ومهرمش باش كياكلوها. وبالنسبه للكبار راه ياكلوها بحال هكاك عادي. يعني هذه هي الكميه اللي بقات مازال ما درتهاش في القراعي. وهذا هو الشكل ديالها من بعد ما عمرت هاد القريعات هادو. نبقاو ناخدو منها معلقه من بعد الوجبات، بعد الفطور، بعد الغداء، بعد العشاء. كتفتح الشهيه وكتخلي الواحد انه تياكل مزيان، وفيها هاد المواد الصحيه. هنا من بعد ما درت ليها التيكيتات ديالها، هنايا درت الفوائد يعني مقوي للجسم يعني راك شفتوا شنو دايرين فيه. وهنايا المكونات هما كاتباهم هنا كاملين باش كل واحد يقدر يطالع عليهم يشوف شنو المكونات. وهذا هو الشكل النهائي ديال المنتوج ديالنا اللي غادي نعرضه ان شاء الله للبيع. نتمنى التشجيعات من عندكم، وان شاء الله غادي نحط رقم التليفون وكيفاش نتواصل مع الناس. وشكرا.